صباح الخير يا سهام. صباح النور يابا. بقول لك ايه، مفيش حاجه افطر بيها؟ تفطر؟ طب والله انا مش عارفه اقول لك ايه. طب بص، انا هحاول اعمل لك اي حاجه، بس انا كنت عايزه منك بس فلوس عشان التلاجة ما فيهاش حاجه، وعايزه انزل اجيب شويه طلبات كده. ها؟ فلوس؟ طب بقول لك ايه، خليها على الله، بس خليها على الله. انا هقعد بره كده. يقطعني، يا ريتني ما قلت له، هو انا انسحبت من لساني. يا نهار ابيض، دلوقتي يعني شال الهم دلوقتي وقاعد يفكر، طب هو هيجيب منين؟ لا انا هطلع اراضيه واهون عليه. ايه يابا؟ يا سهام. مش تزعل يابا وسامحني ان انا قلت لك وشيلتك الهم، معلش فك كده والدنيا ان شاء الله ربك هيفرجها. عموما انا جهزت لك الافطار وهقوم اجيب لك الافطار. ان شاء الله، خليها على الله. لا انا خايف بس انت اللي تكون زعلان. انا إن كان عليا نفسي اجيب لك الدنيا كلها تحت رجليك، بس انا هعمل ايه؟ اللي جاي على قد اللي طالع. اللي بيجي باليمين بيطلع بالشمال. هعمل ايه؟ بس اروح امد ايدي للناس يعني واستلف منهم؟ لا يابا، اوعى تمد ايدك لحد ولا تستلف من حد، احنا هنصبر على الجوع وهنستحمل وربك ان شاء الله هيفرجها. ما تشيلش بس انت هم. انا هقوم اجيب لك الفطار، ماشي؟ ماشي يلا، خليها على الله. ونعم بالله. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا مش قدامي غير حماد اخويا، هتصل عليه ويجيب لي فلوس ويجي. الو. ايه يا حماد؟ بقول لك والنبي يا حماد اخويا الله يخليك، البيت ما فيهوش فلوس ولا فيه اكل. بص يا ابو يوسف، انت عارف نفسه عزيزه عليه خالص، ومش عايزه اقول له كلمه تزعله. معلش يا اخويا والنبي هات لي 500 جنيه وتعالى. بس والنبي يا حماده وانت جاي مش تديهم لي قدام حد، كانك جاي تقعد معايا شويه. ماشي وبسرعه والنبي يا حماده عشان البيت ما فيهوش حاجه والله. ماشي يا اخويا، هستناك. مع السلامه. ابو يوسف، يا سلام، في ايه؟ اخويا حماده كان بكلمني دلوقتي وجاي يقعد معايا شويه. حماده؟ اه. هيشرف وينور. حماده ده اخويا، انا ربنا عالم انا بحبه قد ايه. بس يا بنتي، طب هنغديه ايه ولا ياكل ايه؟ مفيش اكل هنا والبيت فاضي، انت عارف. لا يابا ما تشيلش هم، هو مش هيتغدى، ده هو كان في مشوار هنا وقال هعدي اخت اسلم عليك قبل ما امشي. انا دلوقتي هقوم اعمل له شويه عصير احطهم له في التلاجة عما يجي، ماشي؟ خلاص ماشي. وانا اقوم ادخل جوه كده على ما يجي. مين؟ انا سام. السلام تعالى يا حماد عليكم. اخويا، وعليكم السلام. ايه يابا عامله ايه؟ الحمد لله يابا. ايه يا بنتي في ايه؟ خضتنا مالكوا في ايه؟ ما فيش والله يا حماد اخويا، اصل البيت ما فيهوش فلوس وما فيهوش اكل، وانت عارف ابو يوسف نفسه عزيز عليه وما بيحبش يطلب حاجه من حد. لا يابا الله يعينه. طب خد يابا، انت قلت لي عايزه 500 جنيه. ال 500 جنيه اهم. بس بعد اذنك بس ابعت لي جزء كده هعايره شويه كده، لازم بقى جمايلي كترت عليكم المره دي 500 وجاب لي كده 1000 وجاب لي كده 1000 ونص اعايره بقى. اوعى يا حماد، اوعى، ده كان ساب لي البيت ومشي، انت عارفه ابو يوسف نفسه عزيز عليه يا اخوي، صاحب عيالي يابا وغلبان هيجيب منين؟ انا بعمل ده كله والله من ورايا حماد اخويا، بالله عليك ما تجيب له سير، ودول يابا منك لاختك. يابا مني لاختن مش مستني حاجه، انا جت على لساني يوم ما اجيب له سيره. انت يابا بنت اصول وطالع شبعانه على طبليه ابوكي. دول مني لاختي يابا، انا مش مستني حاجه من حد. هو انا معقول هعاير وانا بضحك معاك يا بنتي؟ ربنا يخليك ليا يا طب اخويا، اندهي مش له بقى هحرمني تسلم عليه منك، بالله تعالى عليك. يابا حاضر. لا اله الا الله، هو نايم ولا ايه؟ حماده اخوكي ده حبيبي. تعالى يا عم. ايه يا ابو ناس؟ عامل ايه يابا؟ وحشني والله يا عامل ايه عم. الحلاوه دي يا عم؟ انت عامل ايه احلى والله. اخبارك ايه؟ يا سلام، اختك دخلت؟ اه يا عم سهام جو. طب كويس والله يا عم. بيني وبينك يا حماده، انت جيت لي من نجده من السما ليه اخويا. في ايه؟ انت عارف انت اخويا الصغير، وعارف بحبك قد ايه، وسري يعتبر معاك. حبيبي يا اخويا. بيني وبينك انا عارف مزة اليومين دول. موزة. اه فورتيكا يا حماد. امم. بص بتحبني حب. انا الحته الطريه اللي في قلبها يا حماد. جامده يعني بعد ده كله؟ الله، امال ايه يا ابني؟ عيب عليك. بقول لك ايه، ده لو هي في الشقه وعايز تدخل الحمام، ما تدخلش لما تتصل عليا تقول لي انا داخله الحمام. لا 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 بتهزر. الله. بتاخد رايك في كل كبيره في كل وصغيره؟ كبيره وصغيره. يا ابن المحظوظه. نازله السوبر ماركت ولا هتجيب حاجه من تحت لازم تكلمني الاول. طيب يا اسطى انت مسيطر يلا. انا الحته الطريه اللي طب في ما قلبها يا تسمعنا احمد. صوتها يا اسطى. هسمعك صوتها يا اسطى، انا كنت عايز. هتتجوزها دي ولا انت ايه ظروفك ولا ناوي على ايه؟ يا عم لا، اصل هي متجوزه ومعاها جوزها، بس ما بيسالش فيها. متجوزه ومعاها جوزها؟ اه. فهي كانت تعبانه فعايز اطمن عليها، هكلمها والمره تسمع صوتها. ماشي يا اسطى. ايوه كده يا عم، خلي اليوم يبقى حلو، حل اليوم وانا عيني على السكه ما تقلقش. اه اهم حاجه خلي بالك بس. الو. ايه يا قلبي؟ عامله ايه؟ وحشتيني. ايه عملت ايه؟
لا لا، الف سلام. الفلوس اللي معاك خلصت؟ طب ما قلتليش ليه يا بنتي؟ انت عارفه ان انت مسؤوله مني، واي مصاريف انت عايزاها لازم تقولي عليها. اه. طب بقولك، انا هبعتلك. انا معايا 1000 جنيه على المحفظه، هبعتلك 500. وشوفي كده، روحي اكشفي، ولو احتجتي حاجه بقى عرفيني. لا لا، ما تقوليش كده، انت عارفه انا كلي تحت امرك. خلاص ماشي، يلا وبطمنين. يلا مع السلامه. انت بتحول لها فلوس؟ ايه يا معلم؟ اه يا عم، ده هي مسؤوله مني، كل مصاريفها ومتطلباتها، عايزه اي حاجه في حاجه بتميل عليا. يعني انت دلوقتي حسيت ان صوتها تعبان بتقول لها روح اكشفي وهبعت لي 500 جنيه؟ اه، هحول لهم لها بس. ده انت هتحول ال 500 جنيه؟ اه. طب يا ابني اصبر شويه. لا 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 لا، حولت؟ الرقم نهار اسود، ده الواد حول، انت حولت؟ تمام كده يا ريس. انت يا اسطى الله يعينك يا اسطى، ده انت ايه يا عم الدنيا دي. سهام، ايه؟ تعالي خدي. في نعم يا الربع، اخوي. في ال 500 جنيه اللي اديتهم لك أهو هم يا دول. اخوي. في ايه؟ خش يابا يلا، توكل على الله، هبقى افهمك انا بعدين في ايه. ايه ال 500 جنيه دول؟ اختي يا اسطى بعتالي، انا مش جاي لك صدفه على فكره، ده هي كلمتني وقالت لي البيت ما فيهوش اكل، وخايف اطلب من جوزي اشيله الهم. بالله عليك شوف له 500 جنيه وتعالى لي، مراتك البيت ما فيهوش اكل ولا شرب ومحتاره تعمل ايه، فبتتصرف من بره عشان ما تشيلكش الهم، وانت مجديها كروت ورصيد وفلوس تحول، وتقول لي في الاخر دي حنينه عليا وبتموت فيا وما تقدرش تعيش من غيري. انت بالنسبه لها زبون يا اسطى، انت بالنسبه لها مصلحه. ما تزعلش مني، زيك زي اي خروف، همسك الزبون هقلبه، هصطاده، هظبطه، همصمص لحمه، هتاخدك لحمه وهترميك عظم، ولما فلوسك تخلص هتشوف زبون غيرك. سامعني يا اخويا؟ انت بالنسبه لها زبون. في واحده ينفع تكون عايشه مع جوزها وتكلمك وانت تدي الامان؟ عيب، ده احنا كبار مش صغيرين يا اسطى. بالله عليك انا هقول لك كلمه واحده بس، اسمع كلام اهلك قالوا لك لا، اسمع كلام ضميرك ودماغك قالوا لك لا، اسمع كلام اللي منك قالوا لك لا، اسمع من نفسك قبل ربنا ما يوريك آية. ربنا لو وراك في نفسك آية هيذلك، هيخليك تقع مشلول طريح الفراش، عشان تبص مش هتلاقي حواليك غير أهلك، مش هتشيل همك ولا هتنضفك ولا هتمسح لك ولا تكنس لك ولا تغسل لك غير مراتك أم عيالك. في ناس عارفاك، اللي عارفاك عشان لسانك حلو، واللي عارفك عشان فلوس، واللي عارفك عشان مصلحة، واللي عارفك عشان شغل، لكن عيالك عارفينك عشان خاطر عيالك، في دم، في عشرة. بالله عليك يا اخويا لما تمشي في الشارع توزع عسل، لسانك يكب عسل على الناس الغرب، اعمل حساب بيتك في طبق. اسمع كلام اخوك واسمع كلام عيال عمك وعيال خالك، انت كبير مش صغير، ما تخليش واحده زي دي تقل بيك وتاخدك من بيتك وعيالك، انت بالنسبه لها خروف يا خروف، فلوسك هتخلص وهتشوف غيرك. اسمع كلام اخوك عشان ربنا لو وراك في نفسك آية هيذلك، هتتذل يوم ما تقع تعبان مشلول هتموت، هتبص يمين وشمال مش هتلاقي غير بيتك واهل بيتك. من غير ما اعرف انت بتعمل ايه في الشارع، بس انت اكيد حنين في الشارع. بالله عليك يا عم مش هقول لك يبقى في اختلاف، لا اعدل، زي ما انت بتعامل الناس في الشارع عامل اهل بيتك، ما انت بتمشي في الشارع ملاك، واول ما بتخش بيتك بتركب بوز البومه. بالله عليك يا اخويا لما بتمشي في الشارع توزع على الناس حنيه، اعمل حساب بيتك منه، قرشك وصحتك وفلوسك وكل حاجه فيك يا اسطى، انت مش ملك نفسك، انت ملك عيالك واهل بيتك. فما تخليش واحده من بره ملهاش لازمه تشتغلك وتقول عليك خروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.